في خبر عاجل الآن يهز اليمن. مقتل شيخ قبلي وإصابة مرافقيه في هجوم مسلح بمأرب. هنشوف تفاصيل الفيديو، بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك واشتراك للقناة. لقى الشيخ حمد بن محمد بن معيلي مصرعه وأصيبت سائقه بجروح بالغة إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في مديرية الوادي شرق محافظة مأرب شمال شرق اليمن. الحادث وقع قرب محطة بن معيلي، حيث أطلق المسلحون النار بكثافة على سيارة الشيخ حمد وسائقه قبل أن يلذوا بالفرار. الحادثة وقعت نتيجة سائر قبلي قديم بين قبيلة بن معيلي والدمشقة، أدت إلى مقتل الشيخ حمد وإصابة سائقه، كما وقعت اشتباكات عنيفة بين قبيلة الراشد منيف والدمشقة بسبب مقتل الشيخ حمد. وقالت مصادر محلية حدوث اشتباكات بين مسلحين في مدينة مأرب على خلفية ثارات قبلية. وقالت المصادر أن المسلحين من قبيلة الدمشقة نصبوا كمينا لمسلحين من آل معيلي، ما أدى إلى مقتل الشيخ حمد وإصابة سائقه. وأضافت المصادر أن المسلحين من آل معيلي قدموا إلى مدينة مأرب على خلفية الكمين المسلح، وأن المدينة تشهد توترا كبيرا. رحم الله الشيخ حمد، ونسألكم في التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. تعازينا القلبية لعائلة الفقيد.